السلام عليكم. الأندلس الكنز المفقود، هذا الجزء الغالي من بلاد المسلمين الذي ما فتئ الشعراء والمؤرخون يذكرونه بالليل والنهار، وكذلك عامة المسلمين، فإنه قد كان لنا فيها أمجاد، وخصوصا كان في عهد عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم، وعهد ربيع قرطبة أيام الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر الذي كتب على قبره حينما مات. كتبت هذين البيتين التي يقول فيهما صاحبهما، يقول: آثاره تنبيك عن أخباره حتى كأنك بالعيان تراه، تالله لا يأتي الزمان بمثله أبدا ولا يحمي الثغور سواه. الشاهد في كلامنا هذا قصيدة نزار قباني التي يقول في قصيدته، طبعا سمى القصيدة في مدخل الحمراء، يقول: في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أطيب اللقيا بلا ميعاد، عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعاد، هل أنت إسبانية سألتها قالت وفي غرناطة ميلادي، غرناطة وصحت قرون 7 في تينك العينين بعد رقادي، وأمية راياتها مرفوعة وجيادها موصولة بجيادي، ما أغرب التاريخ كيف أعادني لحفيدة سمراء من أحفادي، وجه دمشقي رأيت خلاله أجفأن بلقيس وجيد سعادي، ورأيت منزلنا القديم وحجرة كانت بها أمي تمد وسادي، الياسمين رصعت بنجومها والبركة الذهبية الإنشاد، ودمشق أين تكون؟ قلت ترينها في شعرك المنساب نهر سوادي، في شعرك المنساب نهر سوادي، في طيب جنات في وجهك العربي في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي، في طيب جنات العريف ومائها في الفل في الريحان في الكباد، صارت معي والشعر يلهث خلفها كسنابل تركت بغير حصاد، يتألق القرط الجميل بجيدها مثل الشموس بليلة الميلاد، ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي وورائي التاريخ كأم رمادي، الزخرفات أكاد أسمع نبضها والزركشات على السقوف تنادي، قالت هنا الحمراء زهو جدودنا فاقرأ على جدرانها أمجادي، أمجادها، ومسحت جرحا نازفا ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي، يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذين عنتهم أجدادي، ودعت فيها حينما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد.